أقل من 3 دقايق هقارن لك ما بين السي بي اي ام والسي اس اي، وعلى حسب أهدافك إحنا في تاسك هنساعدك تختار. نبتدي بكود الشهادة. سي بي اي ام شهادة أمريكية معتمدة من أبيكس، واحدة من أقوى الشهادات في إدارة الإنتاج والمخزون ومطلوبة في كبرى الشركات العالمية. وبالنسبة للسي اس اي شهادة أمريكية معتمدة من سي بي اس سي بي في أوروبا وأمريكا وأكثر من 50 دولة، واخدة 3 اعتمادات دولية من ضمنها الايزو. تاسك جولد بارتنر ليهم من نوفمبر 2024. المحتوى والدراسة. شهادة السي بي اي ام بتركز على إدارة الإنتاج والمخزون، وده بيخلي مدة دراستها من 6 ل 12 شهر. أما السي اس اي فبتغطي السبلاي تشين اند تو اند، يعني بتدخل من أول السورسنج والبروكيورمنت لحد الديستريبيوشن، مرورا طبعا بالبلاننج والبرودكشن والانفنتوري. مدتها بتكون في حدود 3 شهور بس. في الشهادتين مطلوب تعدي امتحان واحد، لكن في السي بي اي ام متوسط نسبة النجاح ما بين 60 ل 70%، وفي السي اس اي متوسط النجاح بيعدي 90%. اللغة. الشهادتين الدراسة والامتحانات فيهم بالإنجليزي، لكن في سي اس اي عندك إمكانية ترجمة الامتحان للعربي، وده مش متاح في السي بي اي ام. واحنا في تاسك بنشرح عربي وإنجليزي عشان نسهل عليك الدراسة. التكلفة. شهادة السي بي اي ام تكلفتها تعدي ال $2000 عشان تخلص الدراسة وتمتحن. أما السي اس اي فتكلفتها في حدود $1500 بالشهادة الدولية. الخلاصة: لو بتشتغل في الإنتاج والمخزون وعاوز شهادة أكاديمية قوية وقتك يسمح بالدراسة لمدة طويلة، يبقى السي بي اي ام هي الأنسب ليك. أما لو محتاج شهادة عملية معتمدة مطلوبة في سوق العمل، مدة دراستها مكثفة وسريعة، يبقى السي اس اي هي الاختيار الأفضل. ولو لسه محتار كلمنا في تاسك واحنا هنساعدك تختار الأنسب ليك.